صباح الخير بنات، شلونكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وعافية وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله واصحابه اجمعين. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتعليق حلو مثلكم. اليوم بديت لكم الفيديو بالغرفة الثانية. راح اغسل الحصير واشطفها واعزل البيت واشطف الهواء والاستقبال والمطبخ. حاليا شغلة قرآن. اسم القارئ عبد الرحمن مسعد. بس مثل ما تشوفون اني من الصي حتى لا يصير عندي طبع حقوق ونشر. راح اعزل كنتور همين او القنصور مال الاولاد مثل ما تشوفون. هاي مال بنتي قبل المدارس، وهذا مال ابني كبير. حتى الملابس كلهم راح اعزلهم. بس اول شي راح اغسل الحصير واكمل شغلي وبعدين ارجع عليهم. حتى المبردة طفيتها على مود صوتها كلش قوي، وما عليكم من صوتي لان شوياني مريضة. قبل لا اشطف راح امسح الشاشة من ورا. عندي هذا البلور، هذا نظفه كلش زين. هسه راح ابدي انظفها. بعد ما نظفتها كلها، هذا البلور نظفها من التراب، رجعت مسحتها. هسه راح اغسل الحصير. بنتي عاد تساعدني حتى تغسل المواعين، وانا راح اروح اغسل الحصير عن ما هي تخلص. كملت اول غرفة ونشفتها. صراحة شغل مبردة. راح اروح اكمل شطف، اشطف الاستقبال والهول والمطبخ. كملت الاستقبال شطف ونشفتها وشغلت المبردة. هذا المطبخ همين مثل ما تشوفون نشفته. فتحت الباب، بقى عندي بس هذا الحوش. راح اكمل وارجع اكمل وياكم. عملت شف الحوش، جي المية، شغلت الماطور. هسه راح اسقي الحديقة. وهسه راح ابدي افرغ الكنتور مال بنتي. كملت التفريغ. هاي الطبقة فوق، هاي الطبقة الاولى. وعلى فكرة هي دوم يعني تنظفوا وترتبوا، مو بس يعني على مود اني اصور، لا هي دوم يعني تنظف. بس من تحتاج شغلة شي ما تلاقيه تقوم تنكثه كله نكث. صراحة بدي اكنسه. شوفوا لي هاي الخبصة. وهاي الملابس هم راح ارجع ارتبهم واصفطهم. وهاي الشنطة مثل ما تشوفون هاي مال عام اول، اشترينا لها من البالة هي واخوها. بس هاي السنة لا، كنت يم اهلي، بقيت يم 5 ايام واشتريت كل شي لهم. شنط على دراعة لها ولأخوها، اشتريت بنطلون ودفاتر وجلودة وأقلام وقرطاسية. كل ما أروح يعني أشتري شوية شوية. بس هالمرة لا، اشتريت يعني بس ملابس مدرسة وشنط. هسه راح أبدي أعزل هاي الملابس. بعد تعرفون إذا البيت ينترك 5 أيام شي يصير بيه. رجعت لقيت البيت مقلوب قلاب، وقمت قلت خلي أصور وأشتغل وأنظف. سحلت شكامج. هسه راح أبدي أرجع الغراض. كملت تصفيط. هاي الشكمة الأولى صارت بهاي الشكل، وهاي الشكمة الثانية، وهاي الشكمة الثالثة. ما تشوفون هذول الفراشات عندهم اخليه فوق الشكمة حتى لا يخربون. كملت ترتيب هذا الكنتور او القنصور. هاي الطبقة الثانية، هاي الطبقة الاولى. هسه راح اروح على قنصور ابني الكبير.
نست القنصار جا الغراض. مثل ما تشوفون عبيت الغراض كلها زايدة بهاي الشنطة. خليت هاي الأونو. هنا عنده دفاتر قديمة ما مستعملة مثل ما تشوفون. هاي الغراض مالاته خليتهم كلهم هنا. رجعت السلة مثل ما تشوفون. صفطت الملابس. هاي الغراض. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو ومع السلامة.